غزالات سلام في الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم عندي لكم موضوع غير موضوع جريء، موضوع حميمي بامتياز. يلا اختي شدي الصف وحلي لي ودنيك وحضري معايا عقلك وخلي عليك دوك الحميمقات اللي كيقولوا لك واش الراجل هو محور الكون، واش ما كاين غير هو في حياتك. ندخلوا في الموضوع. كيفاش نكون ملكة في عينين راجلي؟ كيفاش نخليه مهووس بيا؟ كيفاش نخليه غادي وكيقلب عليا؟ كيفاش نتربع على قلبه؟ شوف اختي، من الاخر انا نجيك من الاخر. العلاقه الحميميه هي الساروت، العلاقه الحميميه هي ساروت راجلك وهي ساروت زواجك. أغلب حالات الطلاق وجميع حالات الخيانة بسبب العلاقة الحميمية، بسبب الفراش. كما كتسمعي، هاد النهار غادي نقول لك كيفاش تعاملي مع زوجك وكيفاش تخليه يشوفك بحال النهار الاول، كيفاش يتشوق ليك في حال ملي يلاه كنتم مخطوبين مازال ما ذاق الحلوى. اليوم عندي ليك مفاجأة، عندي ليك 4 ديال الأسرار اللي غنقول لك فيهم كيفاش تعاملي معاه بذكاء وتخليه ملهوف عليك، كيفاش تخلي ديك الشعلة والشرارة اللي كانت في بداية العلاقة توهج من جديد. فاختي ما تنسيش ليا اللايك، وإلا كنتي اول مره كتشوفي القناه غنقول لك مرحبا بك ومرحبا حتى بالناس القدام، هكا باش يكثروا صحابتنا الغزالات وتعم الفائده. فخليك معايا في هذا الفيديو من ا حتى لزد. شوفوا الغزالات، انا من ديما كنبغي نشارك معكم تجارب اللي دوزتهم في الحياة، وكنبغي نفيد النساء من خلال حوايج عشتهم واكتشفتهم، حوايج جربتهم ونجحوا معايا، سواء منتجات او حيل او حتى مواقف اللي عشتهم وكيفاش تصرفت فيهم وتخطيتهم. واليوم قررت نشارك معكم افكاري والرؤية ديالي للحياة الزوجية، العلاقة بين الرجل والمرأة، وكيفاش تعيشي في انسجام وسعادة مع الزوج ديالك. اليوم غنقول لك كيفاش تكسبيه وتخليه دايخ بيك، واللي شاف كيفاش كيتعامل معاك يقول غير ساحر عليه. اي اختي، العلاقه الحميميه الا كانت على حقها وكنتي كتعرفي لي السكري ديالها وكيفاش كيديماري راجلك، غتكون اشبه بالسحر. شحال من وحده كتكون واخده الراجل هي اقل منه جمالا ولا حتى في العمر، وكيكون كيعشقها، كيكون يموت على التراب اللي كتمشي عليه. وشحال من وحده كتحمق باللاره وخلاها راجلها على قبل وحده ما تسواش تظفرها. وشحال من واحد كيكون ولد عائله محافظه، كيكون راجل بقدو وقامته وبهيبته وكياخذ وحده من البر. في نظركم علاش؟ اختي السحور، اختي السحور الحلال، هذا سميتو السحور الحلال. العلاقه الحميميه اختي. شوفوا الغزالات، بلا ما نوصيكم على النظافه والروايح الفواحه والمناظر الخلابه، هذا ماشي موضوعنا. وباش ما نطولش عليكم غنعطيك طريقه باش تثيري الشهوه ديال راجلك وتحكميها وتكوني انتي الري وانتي الشوار. ندوزو للسر الاول. السر الاول كيقول، او القاعده كتقول اختي، كل ممنوع مرغوب. الراجل الا عرفك باغياه غادي يتعفر عليك. بمعنى الا الراجل عرف جيتي نيشان وعرفك باغيه العلاقه فهو كيتعفر عليك وكيهز زنافرو للسما. علاش؟ لان اختي الراجل بالطبع ديالو صياد. الا مثلا عرفك باغيه العلاقه معاه او قلتيها ليه مباشره او لا حتى هو قالها ليك وطوعتيه بسرعه، فهو كيبرد من جهتك، كيولي عنده روتين، كيحس براسو ما دارش شي حاجه، ما حققش شي انجاز، عكس ملي كتراوغيه وكتشوقيه. الرجل كما قلت لكم بالطبع ديالو صياد، كيعجبو يتعب، كيعجبو يبذل المجهود عادي وصل لحاجه، ما كتعجبوش الحاجه اللي كتقدم ليه على طبق من فضه.
الراجل كما قلت لكم كيبغي يحس براسو حقق انجاز وبذل مجهود وعاد خدا ديك المكافأة في الاخر. غتقولي لي كيفاش؟ شوف حبيبتي، المرأة اللعوب هي اللي كتعرف تجيب الراجل، كتعرف تشعل الشهوة ديالو من غير ما تقولها ليه. انتي الغزالة، انتي الفنة، ملي كتكملي شغالك اكيد كدوري براسك وكتعطي وقت لنفسك، كتاخدي الدوش ديالك وكديري الطقوس ديالك، كل وحده وكيفاش كتهتم براسها. مثلا نبغيك ملي تبغي دوشي تخلي الزوج ديالك يشوفك، مثلا تقولي ليه، تكوني في الدوش كدوشي تقولي ليه راه نسيت الفوطه باش يمدها لك. ملي غيجيبها لك غادي يدخل عندك للدوش وغادي يلقاك، بطبيعه الحال ما غاديش يلقاك هذا في شي حاله اللي طبيعي عاديه، غادي يلقاك واقفه جنب. نبغيك توقفي جنب باش يبانوا ليه التضاريس الاماميه والتضاريس الخلفيه بطبيعه الحال، والسلف ديالك مطلوق وانتي دايره ليا داك بندوش بالرويح ديالو، دايره داك الشامبوان والرغاويه اختي هابطين معاك. هذاك المنظر اختي، داك المنظر الخلاب كيلعب ليه على الاحاسيس. هنا كنكونوا رمينا الصناره ديالنا ولكن مازال ما كملتش. كتحطي ليا داك الملابس اللي غتلبسي بطبيعه الحال الملابس الداخليه، البنوار ديالك، بنوار من الحرير ولا من لاموسلين ولا حتى من الشبكه، كتحطيهم فوق السرير ديالك وكتحطي معاهم هادوك المرطبات وهداك الغوج على فغ ديالك والبارفان. هو ملي كيشوف هو اختي ملي كيشوف ديك التفاصيل الصغيره راه كتشعل فيه النار. راه ما تصوروش التاثير ديال الاهتمام ديال المراه بالجسم ديالها قدام الزوج شحال كيأثر فيه. بغيتو اختي يشوف هذوك التفاصيل. هو منين غادي يشوف هذاك الشيء غادي يشوفك انت كدوشي وغادي يشوف حاطه داك الشيء فوق لولي، غادي يقول مع راسو هذه راه معوله على شي ليله رومانسيه. انت عطيه الايحاء بانك انت معوله على ديك الليله الرومانسيه. كما قلت لكم منين غادي يشوف ديك المناظر الخلابه قلبه الصغير لن يتحمل، لان الراجل بالطبع ديالو الغرائز ديالو كتحرك بالنظر، هو بصري، يعني الشهوه ديالو كتحرك بداك الشيء اللي شاف، بالجمال اللي شاف اكثر من المراه الشهوه ديالها كتحرك بالسمع، يعني انها تسمع كلام زوين، تسمع غزل، تسمع مدح. هادو هما اللي كيحركوا المراه عكس الراجل. ومن هاد المنبر اختي كنقول لهادوك السيدات، واختي هذيك اللي كطفي الضوء، فيقي اختي من القلبه، فيقي من القلبه وخلي السيد يتمتع برزقه. راه حشومه عليك اختي مضيعاه. راه ما تصوريش الشهوه اللي كتكون عند الراجل في انه يشوف مرته وهي يعني معاه في علاقه حميميه. بطبيعه الحال ما كنقولش لكم الضوء الساطع، انا كنقول لك ضوء خافت. ديري اختي الشمع، ديري اباجور، ديري شي ضوء هكا خافت، يعني شي حاجه اللي تكون هكا خفيفه وفي نفس الوقت كتكون كتبين شويه باش اختي يشوفك وانتي كتستمتعي، يشوفك اختي في وقت العلاقه الحميميه ويشوف فيك داك لو بليزير. راه ما تصورش البنات شحال هذاك الشيء مهم وكيأثر في الراجل وكيبقى عاقل عليه. راه مني كيكون في الزنقه ولا كيتوحشك ولا كيشوف شي وحده، راه مني كيجي تخيل، راه كيجي على بالو داك الشيء اللي شاف معاك، كيجي على بالو دوك التصرفات اللي تصرفتي وقت العلاقه الحميميه، كيجي على بالو كاع دوك المناظر اللي شاف واللي وريتيه والحركات اللي درتي كلهم كيشوفوا. ما تبقاوش البنات ديروا علاقه في الضوء، الله يرحم لكم الوالدين، راه كتضيعوا داك الراجل وكتضيعوا حتى نتوما. المهم ملي يجي اختي قرب ليك ما تكونيش سهله، هو راه عند بالو صافي راه كيعواله. وكنأكد لكم البنات هاد السر خطير وعنده واحد التأثير خطير، ما تستهنوش به. وكنوصيكم هاد الاسرار اللي غنعطيكم ما تستعملوهمش ديما باش ما يفقدوش المصداقيه ديالهم ويبقاو يعني خدامين معاكم، يبقى عندهم تاثير، يبقاو فعالين. كما قلت لك مني قرب لك ما تكونيش سهله المنال، ما تقوليش ليه وما تقوليش ليه لا. راه البنات هاد بالضبط هادشي اللي غنقول لك دابا هو التاثير. ما تقوليش وما تقوليش لا، تملصي ليه،
لعبي معاه، هربي منه بدلع وبغنج، ما تطوعيهش بسرعه. اي مكان جاي يقيسك منه، جاي يقرب لك منه، تمنعي مع ضحكات رقيقه وانثويه وحركات ملتويه. راكي فاهمه؟ دوك الضحكات ودوك الاهات وعندك ولا او اي، هادوك البنات راه عندهم واحد التاثير خطير. راه هنا البنات هو كيزيد يشعل، لانه كيتسنى منك انك يعني انك تتفاعلي معاه ب ب يعني تفاعلي مع الرجوله ديالو. يعني يتسنى منك انك تاثري، انه واش اثر فيك ولا لا، واش قدر يوصل لك ولا لا، واش حرك المشاعر ديالك ولا لا. طمعيه وفي نفس الوقت ما تعطيهش دغيا، لعبي معاه. هذا هو السر البنات اللي قلت لكم. وهاد القضيه هذه ديما البنات ما تعطيهش دغيا، وماشي ما تكونيش متاحه يوميا فوق ما جا فوق ما جا هاك. لا، تمني بعض المرات، تمني تكوني نقيه وتكوني هذا وتكوني رشه الريحه وتكوني يكون مشى هيك، ولكن ما تعطيهش، خليه مشوق ليك. ندوزو للسر الثاني. السر الثاني البنات هو في العلاقه ما تكونيش كومبارس. شنو كنعني بكومبارس؟ يعني ما تكونيش خشبه. بزاف ديال العيالات، بزاف ديال النساء كيكونوا بحال اختي شي خشبه، بحال الحديده، بحال ما عرفت شنو، ما كتحرك ما كتململ، كتسنى هو يدير كل شيء. لا اختي، خطا كبير وخطا فادح. علاش اختي؟ راه الراجل كيبغي يشوف التاثير ديالو عليك، كيبغي يشوف واش هو راجل ولا لا، بهذا المعنى، واش قدر يدير لك شي حاجه ولا لا، واش قدر ياثر فيك ولا لا. واختي تجاوبي معاه، الله يرضي عليك. كما قلت لك سيري معاه في نفس الريتم، خصك تكوني فاعل ومفعول به. يعني خليه هو يقود العلاقه، ولكن انت بقيت غير تفاعلي معاه، فهمتي؟ يعني بقيت ترمي ليه الطعم وكحزي اللور، بحال الا كتقولي ليه انا معك، انا معك، انا معك. كما قلت لك الحبيبه، راه الراجل كيعجبو يشوف في عينيك انه مرغوب، انك باغيه. عبري ليه على الاحساس ديالك. يعني في وقت العلاقه قولي ليه داكشي باش كتحسي، قولي ليه شنو كيعجبك، قولي ليه شنو باغي يدير معك. راه هاد الحوايج هادو البنات راه غادي يجيكم نتوما. يمكن كاينين بزاف ديال النساء اللي كتحشم، ولكن راه اختي هادشي راه ضروري باش تكسبي راجلك، وباش توططي العلاقه بينك وبين الزوج ديالك. بطبيعه الحال كما كنقول لكم يكون ضوء خافت، باش تكسر شويه ديك يعني ما تكونيش كتحشمي منه، فهمتي؟ ما تخجليش ما حتى شي حاجه، وخلي اختي يمارس الرجوله ديالو. وهكا كيكون الاخذ والعطاء، وانت ديما كتجاوبي معاه، كترمي ليه الصناره وترجعي اللور. خليه هو يقود العلاقه. ندوزو دابا للسر الرابع ولا الثالث كنظن. السر الثالث البنات هو البارفان. عرفتوا يا البنات التاثير ديال البارفان؟ ما نعاودش لكم. بغيتك تختاري ليا شي بارفان يكون سيكسي، اللي تخليه لغير لوقت العلاقه. يعني ما تستعمليهش في النهار، ما تستعمليهش يعني في الحياه اليوميه ديالك تكوني خارجه ولا. خصك تخصيه غير لوقت العلاقه، الوقت اللي تكوني مشهيه فيه راجلك، الوقت اللي تكوني باغيه راجلك يقرب لك. كما قلت لكم البنات، البارفان سبحان الله عنده واحد العلاقه وطيده مع الذاكره، مرتبط بزاف مع الذاكره. شحال من مره شي عطر كيفكرنا بشي بلاصه، كيفكرنا بشي شخص، كيفكرنا بشي موقف. راه العطر البنات راه يعني كيشد في الذاكره اكثر من الحوايج الاخرين. بغيتك كما قلت لك تختاري شي بارفان سيكسي اللي كتشميه و يعني هو كيشمو كيبغي يفترسك، كيبغي ياكلك. هذا تخصيه غير لديك الوقت. ومني تبغي الزوج ديالك رشي ليا داك البارفان ديالك، تعطري ليا واراك الفراجه، ولا غير ديريه غير في الوساده ديالو وسيري انت هربي من حداه. سيري مثلا ديري راسك كديري شي حاجه مع الوليدات، كتنعسي وليداتك وداك الشيء، غادي تلقيه كيعيط لك بلا هواه. هذا البنات راه سر من الاسرار ديالي، راه ما نعاودش لكم التاثير ديالو كيفاش داير. وحبذا البنات لو يكون داك البارفان من البارفانات اللي كنتي كتستعملي في الاول في بدايه العلاقه،
ملي كان مازال مشتاق ليك، كان مازال ما ذاق الحلوى، كان باقي عينو فيك، باقي فيه ديك الشعله، ديك الشراره، باقي يلاه يعرفك. هذاك البارفان البنات اللي بغيتك ديري، هذاك هو البارفان اللي بغيتك تستعملي، بشرط يكون سيكسي. السر الرابع البنات، غادي تكوني صافي خديتي الدوش ديالك كما قلنا، وقديتي ليا الحاله دائما مع داك الضوء الخافت، لانه ديما داك الضوء كيزيد واحد اللمسه، واحد الدفء. غادي تلقي ليا شي موسيقى هادئه، من تبغيو تنعسوا ديري راسك نتيا غير طلقتي ديك الموسيقى في التليفون وكذا، زعما ما تبينيش ليه بانك راه قاصده. وكما قلت لكم هاد الاسرار ما تبقيش ديريهم بزاف باش مي فهمتي يلاحظهم ويشوفوا ما درتي ديك القضيه يقول حقا راه مرتبطه بالعلاقه، فهمتي؟ خلي داك الشيء يجي بوحدو، انت كترمي الصناره ولكن داك الشيء عند بالو هو راه هو اللي انت غير ديكلونشيتي، هو اللي بدا، فهمتي؟ يعني البنات كما قلت لكم تلقي ليا موسيقى و ضوء خافت، وجبدي ليا التليفون ديالك وديري راسك كتقلبي في التليفون، تجبدي ليا واحد التصويره من الصور ديالكم في البدايه ديالكم، فاش يلاه كنتم مخطوبين وفاش يلاه كنتوا على علاقه، و بقيت تشوفي فيها شويه، بقيت دوزي في التصور ووريه ديك التصويره، وبقيت تفكري في الحب اللي كان بيناتكم في الاول، اول قبله، اول لمسه، اول هادي، وريه داك الشيء وانت كتهضري ليه على كيفاش كانت العلاقه، كيفاش كان الحب، كيفاش بديتو، وبقيت توري ليه داك الشيء حتى طلع معاه السخونيه شويه، و وانت تقاطعيه وقولي ليه دوري ليه ظهرك وقولي ليه حل لي السوتيان راه ضيقوني بغيت نزولهم. ملي غادي تاختي تدوري ظهرك وبيني اختي المفاتن ديالك، راكي فاهمه، بيني اختي دوك المفاتن ديالك، و راك لقى الفراجه، راه ما نعاودش لك، راه غادي يفترسك، ولكن شنو، راه انت اللي درتي كلشي اختي، وانت اللي ديكلونشيتي لينا هذاك لو بليزير، وخلي دابا هو يخدم. راه ما نعاودش لكم البنات على هاد الاسرار كيفاش كيشعلوا شعيل في الراجل، راه كيكون هذاك الشيء كتخرجي من الروتين، داك الشيء كيجي بحال في البدايات، بحال يلا في البدايات كتجي العلاقه الحميميه بحال اللي كتجي بوحدها، ما كيكونش داك الروتين، ما كيكونش راه هو معول وانت معوله وكتنعسوا الدراري وداك الشيء بوقته، وداك الشيء بالوقت، وبداك الروتين اللي ولفتوا، لا كتخرجوا على الروتين، كتكوني انت مستعده. ولكن اول بنات نقول لكم واحد الحاجه، حتى هذه القضيه هذه، المراه راه ماشي بحال الراجل، المراه راه كتبغي تكون مستعده للعلاقه، ماشي بحال الراجل دغيا الطقامرش، المراه داك الاستعداد ديالها كيخلي عندها الشهوه زايده، ماشي بحال الراجل هو دغيا كيشعل. يعني انتي الوقت اللي كديري هاد الاسرار هاد لي سوكري اللي قلت لك، راكي انتي اصلا كتعاوني راسك باش تشعلي دغيا. ففهموني الله يرضي عليكم، فهموني. انا عطيتكم البنات 4 الاسرار اللي كنتمنى يكونوا فادوكم وتجربوهم، واللي دارت شي سر من هاد الاسرار تجي تخلي ليا كومونتير، تجي تخلي ليا ردة الفعل ديال الزواج ديالها، وكيفاش كان داك النهار، كيفاش كان التاثير ديالو، التاثير ديال هاد الشيء عليه. وشكرا بزاف على التتبع ديال الفيديو، ومرحبا بكم في القناه ديالي، وكنتمنى بكلكم تخليو ليا جيم، وبسلامه الفيديو جديد.